يعني كيف نفعل كي نصنع ذوقا وذائقة راقية يعني تفضل خويا الشكي. خويا خويا ملي قلت لي خويا بغيت تهرب. لا خويا، بصح أنا ما عرفتش. شوف، انا غادي نكون معك شويه صريح في هذا الموضوع هذا. زيد. اصبحت آه، اصبحت لا اتفق مع كثير من الخطابات ديالي اللي بعض المرات حتى انا كنكون جزء منها، نعم. لسبب بسيط جدا، وهو اننا اليوم وعلى مستوى العالم نعم. نعيش زمن حضاري جديد، نعم. أو ننتقل إلى زمن حضاري. حتى أكون دقيق، ننتقل إلى زمن حضاري جديد. نعم. مفردات الحضارة أصبحت مختلفة، نعم. ومن ثم حتى الخطاب اللي كنديروا على عدة ظواهر إنسانية هي خصها تتأقلم مع هذا الزمن الحضاري الجديد، ماشي تستسلم له، ولكن على الأقل تضبط ديك المفردات ديالو باش تفهم الميكانيزمات. وإذا كان هناك قرار بمقاومة هذا الزمن الحضاري أو الإسفاف ديال هذا الزمن الحضاري، يكون على الأقل عارفين كيف يشتغل هذا الزمن الحضاري. يعني يمكنلكش تقاوموا فقط بالانطباعية. نحن نتكلم في غالب الأشياء، في غالب الأحيان، بمنطق نوستالجي عن عدة أشياء. نتكلم بمنطق نوستالجي عن التراث، نتكلم بمنطق نوستالجي عن الفن، نتكلم بمنطق نوستالجي عن المعرفة، نتكلم يطغى علينا المنطق النوستالجي. وأنا أظن أن المنطق النوستالجي ربما لن يسعفنا في فهم ما يحدث، ومن ثم التأسيس لنوع من خلق البديل أو على الأقل المقاومة. ماذا أعني بالزمن الحضاري الجديد؟ أعني به 3 أشياء: الواقع لا يكفي، الزمن لا يكفي، والعمل لا يجدي. 3 الأشياء دابا ولات ظواهر واضحة جدا. الواقع لا يكفي، الإنسان اليوم أصبح يعيش الافتراضية أكثر مما يعيش الواقع، ولا أدل على ذلك تواجدنا احنا على المنصات ديال التواصل. احنا الناس اللي على الأقل عندنا ذاك القدرة الفكرية باش نتعاملوا مع المنصات، فما بالك بمن لا يملك هذه القدرة هذه؟ إذا الإنسان ولا كيعيش واحد البعد، شحال هذيك الإنسان كيكون كيعيش بعد الواقع، مرتبط بالواقع. ومن ثم الفن كان يعبر عن الواقع وعن تطلعات الإنسان انطلاقا من الواقع. اليوم احنا كننتقلوا ربما إلى أعمال فنية لا تنطلق من الواقع، ستنطلق من الافتراضي، من العالم الافتراضي. هذه وحدة. الشيء الثاني، الزمن لا يكفي. شحال هذه كان الإنسان يعيش يومه بكل تفاصيله، بدقائقه وثوانيه وساعاته، بشروقه وظهره وعصره ومغربه وعشائه. يعني اليوم لا، اليوم كتحس على أن الزمن أصبح كوانتيك. يعني لا تكاد تصحى من النوم حتى يأتي الليل. يعني ما كتحسش بداك التدرج الزمني في حياتك انت الفردية. ثم العمل أصبح لا يجدي. اليوم أصبحت سلوك الإنسان، أنشطة الإنسان تحيل على اللعب أكثر منه تحيل على العمل وعلى إنتاج القيمة. يعني الجيميفيكيشن أصبحت تطغى على الأنشطة الإنسانية. إذن هذا انتقال حضاري خطير، لابد أن نعي به، لابد أن نستنطقه. علاش كندير انا هذا الخطاب هذا؟ باش نستنطق هذا التحول الحضاري وباش نشوف الاثر ديالو على مناحي الحياه كلها، ومن هذا الفن اللي كنهضروا فيه. اذا انا كنقول ربما نحن في اطار تشكل اجناس فنيه جديده تناسب انسان الرقمنه الغارق في واقعه الافتراضي،
الذي لا يخضع للامتداد الزمني ولا لقواعد البناء الفني. ربما إلى تبلور هذا الخطاب بعلمية، بمنهج علمي، نقدروا نفهموا اشنو واقع دابا في كل مناحي الحياة ومنها الفن. علاش الفن أصبح يأخذ هذا الشكل الذي هو يأخذه الآن. عاد ديك الساعة نقدروا نتكلموا على مشروع إما ديال مقاومة هذا التسونامي أو توجيه هذا التسونامي بما يحافظ على هويتنا الإنسانية. لأن ما نخفيش عليك أنني عندي واحد الخوف كبير أن الآن تتم روبة الإنسان، يعني on est en train de rendre l'être humain comme des robots. احنا غير كان نستقبلوا تعليمات أو الأوامر أو البرامج ومن ثم نتحرك على أساسها. ربما نحن سنخترق باللوغاريتمات، قد نخترق باللوغاريتمات حتى فكريا، حتى على مستوى الوعي. وربما قد تتشكل أفكارنا ووعينا وأحاسيسنا ومشاعرنا بطريقة خوارزمية. ومن ثم هذه هي المصيبة وهذه هي الطامة الكبرى اللي كنعيشه. أنا ما بغيتش نعطي انطباع على أن هذا شيء قبيح، هذا كنخليها لأي الإنسان هو اللي يحكم هذا الحكم هذا، ولكن هذا انتقال حضاري نسقي، ماشي في حاجة واحدة، انتقال حضاري نسقي. ما يمكنلكش تفصل هذه على هذه. فهذا سؤال وهذا مبحث ربما خصنا نديروا شويه ديال المجهود باش نفهموه، وعلى الاقل يخرجنا من ذاك النوستالجيا اللي بعض المره كتخلي احاديثنا كلها تنحى الى البكائيات، ومن ثم ما كنقدروش نديروا شي حاجه اللي تقدر تعتقنا من هذا ما يحدث، اذا كان ما يحدث دراميا وتراجيديا. وشكرا. جزاك الله خيرا. يعني لا كاين بعض المفردات ذكرتهم زعما لو اشتبكت معك فيهم خصنا غنزيدو ندبلو واحد 5 ساعات اخرين. يسمح لي بلاش خليهم تنحتفظوا بهذه المداخله بابعادها ان شاء الله. نسمعوا السي عادل. مرحبا سي عادل، تقول له هذا واش عندي ما نقول. غلبنا السي شاكي بشي اللوغاريتمات هلك دابا انا بديت كنحس بها في المعده ديالي هاد اللوغاريتمات. لا دابا كيتكلموا على حتى في الميوزيك كيتكلموا على لي كومبوزيسيون ديال المية ولا الاي اي. انت كتعرف هادشي سيدي رشيد. وهادشي غيجرنا بزاف. كان شي واحد تيقول لهم لا يمكن أن تقتلوا المقدس دون أن ينتج عن ذلك قتل المقدس. صحيح. بلغة أخرى، لما تعلن في القرن ال19 موت الإله، أنت بالضرورة تعلن موت الذي كان يعبده. وإحنا الآن كنجنيو لعلنا نتائج هذيك النبوءة اللي حصلات ديال تأليه من يفترض فيه أن يؤليه. وهذه كلها أشكال النهي. فإذا مشينا مع هذا الخيط غنمشيو بعيد، لكن نبقاو غير في الفن. بغيت نقول جوج الحويجات تفاعلا مع اللي سبق ومع اللي قال السي المتنبي. أنا سيدي رشيد أعتقد أن الفنان هو يختلف عن غيره في شيء، وهو أن وضع المقاومة عنده ماشي وضع ظرفي، هو الوضع الطبيعي. نتكلم عن الفنان ذاتي، يعني ماشي المحترف، ماشي اللي كيترزق من الفن، لا اللي عميقا هو فنان، ماشي اللي في المهن الفنية. دابا عطاو واحد الله المهن الفنية. هو
هذا كلام متناقض، لانه المهني ماشي فنان، الفن الحريه والمهنه اجبار. سماو المهنه ما يمكنش يعني اجبار الحريه الاجبار على الابداع مستحيل يعني. فالغايه الفنان هو ديما الوضع الطبيعي للفنان الحقيقي هو المقاومه. ديما شرطه الوجودي هو ان يقاوم. وهذا يجرني لواحد الحاجه قالها السي المتنبي، هو تكلم على انه مني كتكون القوه الماديه والوفاء ينتج الفن، او لعلني هذا ما فهمته على الاقل، ماشي بالضروره. كيقول لك ملي تكون الحاضنه الثقافيه راقيه تنتج فنا راقيا. ولكن سيدي رشيد الحاضنه الثقافيه لا ترتبط طردا بالمستوى الاقتصادي او الجيوستراتيجي ولا ما شئنا. مثلا هو انا ما نظنوش ذكر المستوى الاقتصادي الا كنت سمعته مزيان. لا انا لعلني غايتي حتى امر الى ما اريد ان اقول هي كالتالي. تفضل. الادب الامريكي اللاتيني ابدع وبلغ قمته في قمه القاع. في قمه احيانا يكون الوضع القاسي محفزا على خلق شيء ما. الادب الروسي الكبير انتج في روسيا القرن التاسع عشر، اللي كانت قياسا الى الدول الاخرى دوله فلاحيه متخلفه. بلاش نقرا لكم واحد التعليق. واحد السيده كتسميتها احلام قالت لك دخلت نسمعك السي رشيد الساعه لقيت راسي غادي نخرج بشهاده ديال الباك. مزيان مزيان مزيان. فالغاية سيدي رشيد هي هذه، انه بعض المرات بالعكس الشرط الوضع القاسي هو اللي كيخلق الابداع. صحيح. شوف الابداع له شرطان. اولا الحريه اللي سميتها الفنان لا يمكن ان يتقيد بشيء، والثاني حاجه هو المعاناه. اما المعاناه من الفقد او نسميها ماشي المعاناه، نسميها المعنى الذي يتكون من الفقد. مكابدة المعنى. الفقد، المعنى الذي يتكون من الفقد ام من الوجد. لا اما يحب ووصاله يخليه يغني، او يحب فيفقد محبوبه فيغني، يعني تقريبا. إن فقد أبدع وإن وجد أبدع كلاهما. دابا المصيبة هي حين تفقد وما تجده لا يليق بك. هذا هو المصيبة. بغيت نقول على حاجة أخرى بها. الذي يعانى اليوم عندنا هو في العالم كله. لا نظن أنه في الدول الأتيلة في الفن واللي انتجت أعمال عالمية وناطقة باسم الإنسانية أن زعما هما لا يعانون، رغم كل ما نراه من مظاهر الاحتفاء والدعم الرسمي. وراه الفن اللي ممكن نسميه إنساني ماشي مجرد ترفيه، لأنه المشكل لأنه هو أنه الفن عنده مجموعة من الوظائف، واليوم اختزل إلى وظيفة واحدة هي الترفيهية. صحيح. حين الفن عنده وظيفة قدسية، وظيفة معرفية، وظيفة سياسية، وظيفة جمالية، وعاد وظيفة ترفيهية. صحيح. العالم العالم كله يعاني من هذا الاختلال. إذا عندي أصدقاء يعني موسيقيون كذلك حتى في الخارج، واحد فيهم صديق حميم ليا جو إيمانويل روسفالدر، هو من أكبر العازفين وعزف حتى مع الجوق ديال راديو دو فرانس. كيقول لي ما يقع في ليكول ناسيونال دو ميوزيك دو باريس هو شيء مؤسف.
ما يقع في ألمانيا شيء مؤسف كذلك. فهذه مسألة ماشي حكر علينا باش ما نطيحوش عاود صحيح. في واحد النزعة أضحوية. لا، هو جو عالمي. تاجر، انت احسنت سيدي رشيد سميته بالتسليع. التاجر ان يحول كل شيء الى سلعة فانه يفقد كل شيء معناه. فهو كل حامل للمعنى او مدافع عن معنى من اي ما حضارة كان، من اي ما واد كان، يستشعر هذا النقص. مثلا الروس اليوم يبكون فقدانهم لأدبهم، لأن القرن العشرين كان مذبحة للأدب الروسي. صحيح. بقى روسيا لا تنتج أي أديب. كان شيء لا يعقل كيف أن روسيا بلد تولستوي وبوشكين ودوستويفسكي فقدت أدبها. ألمانيا فقدت فلسفتها. كيف أن ألمانيا بلد هيجل وشليجل وهيردر وهولدرلين وهايدغر لم تعد تنتج فلاسفة. هذا التجريف للإنسان، باش نرجع اللي قلته الأول، هو في النهاية عميق، أنه تحويل أو قتل لكل ما هو معنوي وغير إرادي. ما كنظنش انا كاين شي ناس جالسين في شي بلاصه وتيقرروا هادشي اللي هو منطق السلعه، هو السوق اللي تتباع مرحبا، اللي ما تتباعش تخرج تحرق، اللي ما تتباعش تخرج. والمعنى لا يباع، وبالتالي ينبغي حرقه. ينبغي ان نختزل الفن الى بعد الترفيه. وانا اوافق سي شكيب، البكائيه لن تفيد. اللي ممكن يفيد هو كل اللي يدير اللي عليه، وسيقضي الله امرا كان مفعولا. هذا الشيء اللي كاين. تحياتي. بالنسبة لهاد القضية هذه وقعت ديجا في عبر التاريخ تغيرات فنية، وانا كنعرف بزاف بالنسبة للفن التشكيلي تغيرات، والفنان ناض من جديد وخدم ووراه حاجات جديدة. إذا هنا اللي المشكل اللي وقع هنا، اللي كنقول بأن الضربة اللي جات صعيبة واللي غادا تجي صعيبة، هي كانت واحد بحال غنقولوا لا بريباراسيون ديالها كانت في التسعينات. انا حضرت لواحد الكولوك في فرنسا، كانوا كيهضروا على لا ريورغانيزاسيون ديال الفن العالمي، إعادة تأهيل الفن العالمي أو إعادة الفن العالمي. لأن الستينات السبعينات والثمانينات خرجوا بزاف ديال المدارس، بزاف ديال الفنانات دازو ما شفناهمش، ما ظلمناهمش، ما عرفناهمش، ولكن قالوا غادي نديروا واحد غادي نوقفوا واحد الوقت باش نعاودوا نشوفوهم. هما يبروبوزيو واحد المشكل، لان ليستوار تحبسات ديال الفن تحبسات، وما يبروبوزيو حاجات جديده. قال لك اودي هذوك الفنانين اللي ما شفناش غادي نخرجوهم من جديد وانتم تسناو. انا منهم هذوك الفنانين اللي ديال التسعينات سفرينا تيجيو ولاو كيوريو. الا جيتو تشوفوا جات ديريكتومون جات مع لا موندياليزاسيون. لا موندياليزاسيون اللي كانت نورمالمون كانت غادي تحل الفن، وغادي الفنان غادي يعيش في الرفاهية ويدور ويتسارى ويوري، ما بقاتش. ولات واحد الفئة قليلة هي اللي كتدور، والشي الاخر ولا كيموت. لان بحال الا قلتي العالم ولا بحال شي بلاد ولا شي مدينة، ولا الفنان ولا شو. الا جيتو تلاحظوا كاين واحد سبيكتاكل كيدوز في باريس، كيدوز في طوكيو، كيدوز في هادي، كيدور في العالم، ما بقاش كيدور في المدونة ولا كيدور عالميا. لا بروبوزيسيون اللي داروا هي بغينا عالم جديد، و
جات ديريكتومون مع هاد لا تكنولوجي اللي جايه، اذا غادي تكون واحد لا ريفوليوسيون. لا بدا ما غادي تكون واحد لا بروبوزيسيون بالنسبه للفنانه. لا بدا الفنان ما يقدرش يخلي واحد لو كور اترونجي هو اللي ياخذ بلاصتو، ما يمكنش. حيت وقعات ديجا ملي خرجت لاباري فوتو دارت واحد لا ريفوليوسيون جديده وخلات الفنان يبروبوزي واحد الفن جديد. اذا خصنا نكونوا بري، هذا هو اللي بغيت نقول. خصنا نكونوا بري، وخصنا هنا غادي تكون واحد لا ريزيستونس ما عرفتهاش كيفاش غادا تجي، ولكن خص تكون اون ريزيستونس اللي هما غادي يبروبوزيوها لينا، يقولوا لنا ديروا شي حاجه اللي ما كيديرش الذكاء الاصطناعي. بارك الله فيك. قبل ما نعطي الكلمة لسهران لوحدي، أنا بالنسبة لي زعما تلخيصا باش ما نطول شيء، أنا كنظن أنه الشعوب عرفت انحطاطا حضاريا في سابق العهود التاريخية. يعني حصل هذا التدني الحضاري، ملي كنقولوا التدني الحضاري يعني تدني كل السمات القيمية في المجتمع، ولو أحيانا كتكون تل الحضور السياسي وقوة الدولة كتنحاضر معها، ليس في دورة ابن خلدون بالشكل العام، ولكن كيوقع هذه الأشياء. أنا متفائل أنه نحن في فترة انحدار حضاري وقيمي. علاش ما بغيتش قلت ما بغيتش نتفاعل مع السي شاكيب؟ لأنه ملي كيقول نحن في فترة حضارية أو في واحد التوجه حضاري، نقاشنا هو هل هذه الأشكال الفنية الموجودة الآن والتعبيرات هل فعلا تنحو بنا إلى حضارة؟ هل نحن ننحو إلى حضارة؟ هل ما نعيشه الآن هو حضارة؟ ولذلك كنقول أنه الشعوب التي عندها عمق تاريخي، وتحدث عن العرب بشكل عام يعني، وممكن تحدث على وطني مثلا بشكل خاص، نقول عندك عنده هوية معينة، عنده قيم أممية تنتمي إلى ملة معينة، عنده خصائص ثقافية معينة. وجود العولمة، وجود هذه اللوغاريتمات، وجود هذا يجعله يوجب عليه الحفاظ على هويته أكثر، يوجب عليه أن يتمدد بهذا العمق التاريخي في هذا الخط ديال الحضاري اللي جاي بشكل أكبر وأبعد، ماشي يسيب الحبل على الغارب. شعوب كثيرة أفلحت في أن تحفظ نفسها من الذوبان الثقافي، من السيولة الثقافية. شعوب كثيرة لا زالت معنا، كاين شعوب حافظت على هويتها وأنتجت فنونا تواكب العصر الذي تعيش فيه، وأيضا سمحت، ماشي لأنها دولة شمولية، ولكن لأنها دولة تقوم على حفظ الثقافة والهوية، وأيضا لأن واحد الدولة تؤمن بواحد المعيار معين للقيمة الفنية. شنو هي؟ لا تعتبر كل منتج فني، كل صادر فني جاء من دولة لا تعتبره فنان. ومع ذلك لا تمنع شعوبها من أن تتفاعل مع هذا المنتوج العالمي. مثلا الراب نموذجا، يعني ممكن تخلي شعوبها تشوف الراب، تتفاعل مع الراب، تدير الراب وهذا، ولكن الحقيقة أنها تحفظ شعوبها من الانسلاخ ومن الذوبان. تحفظ، لأنه إلا ما جات تدير هذا الشيء ما غتقومش بواجبها السياسي والأخلاقي والبنائي والتاريخي في هذه القضية. إلا ما جات تديرها ما غتقومش بهذه، لدرجة أنه بعض الشعوب شكلت مجالس أو كتسمي مجلس أعلى للثقافة أو هيئة العليا للثقافة، يعني خلصت الناس الذين يراقبون فنون الثقافة، بمعنى يراقبون الهوية والتعبيرات الثقافية في البلد، وتخلصتها من السياسات المتنقلة بين الحكومات. كاين بلدان كثيرة ليس فيها وزير ثقافة، ما فيهاش وزير ثقافة، لأن الثقافة هو شأن يجب أن كلي تابع، ما كيتنقلش ما بين السياسات المتبعة في الحكومات.
ماشي كل حال. الا جا كاع الا كان وزير الثقافه هو التدبير الثقافي والمراكز الثقافيه وشو، ولكن شأن الثقافه بشكل كلي بابعاده الكبرى تشرف عليه هيئه منبثقه عن، يعني هيئه عليا في الدوله، بحال الأكاديمية الفرنسية مثلا، بحال هيئة الفنون الثقافية في كذا، بحال هنايا مثلا آرت كونسل في بريطانيا، الهيئة العليا للفنون. يعني هذا الشيء كيديروه الناس لأنه كيعتبروا بأنه الثقافة هو أو الانسلاب الثقافي أو الميوعة الثقافية أو الانسلاخ الثقافي هو انسلاخ هوياتي قد يعني يخرب أو يخرب القوامة ديال الدولة في جوانب أخرى، قد يخرب. ولذلك هذا النقاش يعني جميل أن نفتحه مرة أخرى. وخليني نقول لكم بأنني أنا أبحث بشكل عميق عن ما يسمى بالاستراتيجيات الثقافية. ما معنى أن تكون دولة عندها استراتيجية ثقافية؟ بمعنى عندها سياسة بعيدة المدى عن شغل الثقافة. خلوني أقول لكم إضافة بأنه لا يوجد بلد عربي واحد عنده سياسة ثقافية أو استراتيجية ثقافية، لا يوجد. عنده التدبير الثقافي، تدبير الشأن الثقافي، وغالبا ما تفعله الحكومات وهذا هو تنشيط المجال الثقافي والمهرجانات والموسيقى والفنون والنشاط وزيد. أما استراتيجية الثقافية، البناء الثقافي وهذا لا يوجد. أنا طالعت أغلب الدساتير العربية ولم أجد فيها هذا، بل طالعت حتى مشاريع سياسية ديال الأحزاب كبرى في مصر في المغرب في كذا القديمة مثلا، لكي أجد بعض النصوص تتحدث على كيف نحفظ الثقافة وكيف نوجهها وكيف نفعل فيها وكيف ذا. لا أجد إلا النشاط الثقافي، التدبير الثقافي، النشاط وكتاب فنانة والنشاط والسهرات وكذا وكذا وانت غادي. في حين عندما تطالع الدستور الألماني، الدستور التركي، الدستور الفرنسي، الدستور الأمريكي، الدستور البريطاني، تجد أن مسألة الثقافة وشؤونها وهذا مسألة مقدسة بشكل كبير، ولها سياسات تدبيرية عميقة تبدأ من التعليم المدرسي وتنتهي إلى الإعلام والكتب التي تدعمها الدولة والمؤلفات وغدا وغدا وغدا. ذاك الشيء أبعاد كثيرة نحتاج فيها إلى نقاش وتطويل كثير إن شاء الله. سهران لوحدي، مرحبا بك سي حسن. فينا هو راسي. السلام عليكم جميعا. وعليك السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أرجع لي راسي يا سي حسن. نعم تفضل استمتع. أنا والله أتشرف إني أكون معكم صراحة أخي رشيد. سهلا بيك. من زمان أنا عاوز هيك أطلع يعني نسمع شي حاجة. أنا سمعكم شيء، أنا هو شيء فلسطيني من غزة. يا أهلا. وأريد أن تفضل. سمعت رنة تعود بين يديك صح؟ أي والله. وأسمعكم شيء لفريد الأطرش إن شاء الله. جميل.